أسي سعيد سيداتي وسادتي، صافات عليكم، ولفناكم والولف سعيد. هذه أخبار شاني تاني عاوي تاني. ما هي أول دولة عربية من دول شمال إفريقيا اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجزائر هي الأول دولة تعترف باستقلال أمريكا 1776. صحيح. هذا من فضل ربي. الجزائر هي الأول دولة تعترف باستقلال أمريكا 1776. أول معاهدة نعم معاهدة انت مصد، انت ما عندكش العقل. موثقة المعاهدة الأمريكية، معاهدة أمريكا مع الجزائر. نعم المخرج أسامة عرض لنا المعاهدة هذه التي المؤرخة في 1795. نعم. والله انا اللي محش. موثقة المعاهدة الأمريكية، معاهدة أمريكا مع الجزائر. صافي هذا غادي نمشي نوقفوا عند حدو. سير عبد المغيث، سير وانا جاي تابعك باش نشهد ليك. الدولة الجزائرية اللي كانت مستقلة وكان عندها اسطول قوي وكان عندها قوة في البحر الأبيض المتوسط، وكانت أول دولة اللي هي يعني اعترفت بقيام الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت أول دولة اللي هي يعني اعترفت بقيام الولايات المتحدة الأمريكية. الله يجازيكم بخير، قديتوا على هذا الشيء باش تبنوا لهم سبيطار وخلوا لهم بويا عمر، خلوا لهم محلول الى ما قديتوش هذا الشيء. وكانت هناك يعني مراسلات بين دايات الجزائر وكذلك يعني رؤساء امريكا، ويعني وين دخلنا نكبر. فانه العلاقات الجزائريه الامريكيه حتى اذا بدينا من 62 فهي علاقات طيبه. واش ماشي واش عندها شي معنى من غير العلاقات الجزائريه الامريكيه حتى اذا بدينا من 62 فهي علاقات طيبه وعلاقات قيمه على اساس الموده وعلى اساس يعني المصلحه المتبادله. لو كان امامي لضغطت له راسه مع الحيط، اعطوني بافيه فقط. اما فيما يخص العلاقات الامريكيه الجزائريه فهي في الحقيقه علاقات تاريخيه ترتبط يعني او تبتدئ من يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وقيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية وانفصالها عن التاج البريطاني. اختي فاطمة، اريدك البال عليها.